لكنه والله مش عارف احنا والله ربنا يعينك. ربنا يديك الصحة. ربنا يرحمنا. احنا انتوا تملكوا احنا بس بنقلل إنتوا الصرف. إنتوا وحياتك انت تشدوا عندنا. حيلكم مع الشباب دول ان شاء الله فندم، عشان نفرح بإذن الله. البلد والبلد ان شاء الله على فندم. فكرة هو ده اللي احنا عايزينه بس. ان شاء الله. الجدول ما حصلش من سنين ان احنا بقى الاول من اول اسبوع، قول يا رب. وربنا رب. ما يحرمنا يا منك. رب. ان شاء الله تبقى خير يا يا رب. رب. هتبعت الدراسة يا احمد فانا خلال الثلاث ايام دول هجيب المهندسين وهجيب الناس وانا ونظبط ان شاء الله. باذن الله نبعت الوقت ان شاء الله. عنده عمرو والدكتور اشرف، انا هكلمه برضه بس هو ما بيردش على التليفون. ان شاء الله هكلمه ويرد علينا. انا هنزل حضرتك دلوقتي، هشتغل على طول اول ما انزل وهنظبط ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ونادي المريخ الحقيقه بتقوده مجموعه من الشباب يعني، وحريصين الحقيقه على النادي، وانا يعني سعيد بيهم لانهم مجموعه من الشباب الطموح اللي عايزين يحققوا نتائج وعايزين يصعدوا بالنادي بتاعهم. السنه اللي فاتت الحمد لله كانوا محققين نتائج كويسه قوي ووصلوا لدور الترقي، لكن ما كانش في نصيب في الماتشات النهائيه. انا يعني بقول لهم املي واملكم ان احنا ان شاء الله نصعد بنادي المريخ السنه دي، ويبقى بورسعيد فيها ناديين ممتاز. ده شيء بقى كويس جدا، وانا يعني متخيل ان هم بيبذلوا مجهود وحريصين على ذلك، ويعني كلنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه مش هيضيع معاهم. على فكره اداره شابه نادي المريخ والنادي المصري. النادي المصري برضه دائما بنقول ان هم مجموعه من الشباب المتماسك المتزن